تعالى نعرف ايه اللي حصل النهارده في الليله الاولى من ريست المنيا، وهل يا ترى كده كودي رود لا قصته ولا لسه في كلام تاني؟ فيلا بينا من غير ما نقعد كتير. ويلكم تو ريست المانيا اكسل. I'm the best of the best. I'm the greatest universal champion of all time because I smashed everyone. I'm your tribal chief. I'm the head of the table. The most violent, the most diabolical, the most dangerous, a beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats. So that they say at the end of the match, ladies and gentlemen, your winner in God mode himself. افتح عرض النهارده بمباراة المامي ريا ريبلي وبيكي لينش اللي فاز فيها ريا ريبلي. بعدها دخلنا على مباراة التاج تيم السداسية بتاعت السلام دي. المباراة دي كانت جامدة. المباراة دي كانت على فكرة والله العظيم المباراة دي كانت جامدة. هي الناس كتير زعلانة منها بس المباراة كانت جامدة، كان أداءها جامد، لكن التصوير فيها كان بعافية شوية لأن ما كانش فيها حد عارف ينزل يصور اللي هيتعور ولا حاجة من المصورين يعني وكده، فكان التصوير من بعيد وكان التصوير زي الخرا يعني ماشي تمام. فهو ده يعني اللي وحش المباراة، واللي وحش المباراة أكتر برضه النهاية. يعني حضرتك معلش يعني ايه بعد المباراة الأداء ده جامد ده وكل حاجة وكل شوية واحد يطلع واحد ينزل وكل واحد يطلع التاني يرميه والكلام ده، معلش ازاي يعني جرايسون وولر واوستن سيري يكسبوا ألقاب سماك داون؟ يعني ازاي؟ اقنعني بقى يا عم من صلع انت يا معلم تربل اتش، اقنعني ازاي دول؟ هو دول مين اصلا يعني؟ هو من امتى اصلا يعني؟ يا عم ده يا ابني ايه دول؟ ايه دول اصلا عشان تكسبهم القاب سماك داون؟ هو اي دعايه اي حاجه وخلاص؟ هو لك معاك مصلحه بفلوس يبقى خلاص؟ يا عم ريحه مكمل اللي ظهرت في الموضوع ده يا عم، هي مراتك اللي كاتبه يا ابني السيناريو؟ في يا ابني يا ابني ما اصل الحاجات دي ما بتطلعش الا من ريحه مكمان ماشي؟ الحاجات دي ما بتطلعش الا من ريحه مكمان. لا وايه يعني احنا قلنا بقى خلاص بقى فريق داي واي يكسب بقى لقبه كده يعني، قلنا خلاص الحمد لله خلاص يا عم احنا هنعتبر نفسنا ما شفناش الموضوع ماشي، احنا هنعتبر نفسنا ما شفناش الموضوع. يوم ايه بقى؟ ذا ميز وارتروس هم اللي كسبوا القاب الرو. انا اللي هو تشامبا يعني اللي هو فريق داي واي دلوقتي قدامي يعني انتوا موجودين يا جماعه؟ انتوا متاكدين ان انتوا بتلعبوا في المباراه؟ يعني هو تايلر بيت وبدنا يعني قلنا ماشي عادي ما يكسبش يعني ممكن نمشيها يا عم. اما يعني اما دي اي واي يعني ازاي برضه هم ده اكتر فريق اصلا يعني، اما تدي القاب سماك داون لاضعف فريق يا راجل انت بتفكر ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فدي نهاية كانت زي الخرا جدا 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 يعني، ومفيش حد حبها ابدا يعني. فمش عارف ايه البدايه دي. هو انا والله ما عنديش اعتراض خالص في ان ارتروس وذا ميز يكسبوا القاب الرو، بس ده ايوه يعني يستحقوا لقب برضه يعني. ايه معلش انت مكسب لي يعني انت مكسب لي قصدي جرايسون وولر واوستن سيري، دول مين دول اصلا يعني؟ هو محدش عارفهم اصلا. المباراة كان أداءها حلو بس عشان النهاية هديلها 6/10. بقى دخلنا على مباراة اللوتشادور ريمستيريو واندرادي وسانتوس كوبار ودومينيك ميستيريو. المباراة ديت يعني مشيت زي ما أنا كنت متوقع، والأداء بتاعها كان حلو على فكرة. الأداء بتاعها من كل 4 كان حلو يعني، ودومينيك ميستيريو كان بيتضرب حلو الحمد لله. بس ريمستيريو ما عملش اللقطة بتاعت الحزام بتاعت السنة اللي فاتت للأسف يعني. بس تمام عادي. هو المباراة مشيت زي ما انا كنت متوقعها الحمد لله يعني، وريمستيريو هو اللي كسب يعني. فالمباراة دي كان اداءها حلو وحبيت جدا الاداء ده، والنهاية برضه عجبتني جدا فاديلها 8/10. بعدها دخلنا على مباراة سامي زين وجونتر. المباراة ديت يعني الكل حرفيا متوقع ان جونتر هو اللي هيكسب، وانا لحد وقت المباراه ولحد ما وقت كنت بنتفرج انا واصحابي يعني على الصفحه وكده، انا لحد الوقت ده متوقع ان سامي زين هو اللي هيكسب اللقب، والكل معترض يعني. بس قلت تمام انا احب جو التنافس ده، انا احب جو الابداع ده، تعالوا لي. اصلا يا جماعه لو هم كانوا عاوزين يخسروا سامي زين ما كانوش اظهروه في الصوره الايام اللي فاتت ديت وخلوه يكسب يعني. يمكن يقول لك عادي يكسب بس يخسر، لا هو كانوا حاطينه في الصوره. لو كانوا مهمشينه كان زمانه يعني ايه
ما ظهرش زي ما كان بيظهر كده، لا هو كان بيظهر حلو وكان كله تمام يعني. في الاداء يعني المباراه ما كانش يوحيك ليه خالص يعني ان جونتر هيخسر المباراه، وجونتر كان مقضي المباراه كلها استعراض، شويه يضربه والباقي المباراه استعراضيه بقى. وسامي زين كان مركز جدا وكان حاسب كل حاجه يعني، اللي هو مركز مش عاوز يتضايق او مركز، هو مركز. ومش عارف ليه الدب دبليو اي عرض لنا يعني سامي زين كانه ضعيف مش عارف يلعب قدام جونتر، جونتر تقيل عليه. بس انا كل ده برضه كنت بتوقع ان هو ايه يكسب يعني. جونتر كان طالع على الزاويه عشان يفنش سامي زين، لان سامي زين كان عاوز يقوم يعني وكده ويفوق، قام سامي زين قام جري عليه وقام مديله واحد بالرجل، وقام جونتر واقع وقام زقه راح الناحيه الثانيه، وقام سامي زين هوب فنش على طول، عد 1 2 3. الحمد لله سامي زين كسب اللقب يا جماعه. والله يا جماعه فرحه ما تتخيلهاش يا جماعه، والله يا جدعان كانت فرحه جامده جدا يعني ان سامي زين. هو صحيح انا كنت متوقعها بس يعني ايه برضه كان عندي شك داخلي كده ان هو ممكن ما يكسبهاش برضه، فاهم؟ كانت المباراه كانت جامده، المباراه من اداء يعني، هو الاداء بتاعها كان حلو على فكره والله، بس هو جونتر كان بيستعرض شويه، جونتر كان بيحب الاستعراض. وحبيت المباراه ديت جدا جدا جدا، ادي لها 9 من 10. تعالى بقى نخش على مباراه الاوسوس. المفروض ان المباراه ديت مباراه جامده، المفروض ان المباراه دي تطلع زي الفل. لا المباراه دي كانت زي الخرا حرفيا، المباراه كانت يعني ما كانش فيها اداء، عاديه جدا عاديه جدا يا جماعه. ايه ده؟ انا متوقع في كراسي في اي حاجه كده يعني، متوقعين اي حاجه انا واصحابي يعني، ما لقيناش اي حاجه خالص خالص. الاداء كان عادي قوي يعني، ما شفتش اداء كده. دول يطلع منهم اداء زي ده؟ لا ما توقعتش. كل شويه سوبر كيك سوبر كيك سوبر كيك وشكلها وحش يعني، مش فاهم يعني، حركات كراسي اي حاجه متعه. انا قاعد زهقان من الماتش حرفيا، كنت قاعد زهقان من الماتش اللي هو ايه ده؟ اتاوب هنام ايه يا عم ده؟ لا يا عم والله المباراه كان اداء وحش. واللي هو في نص يعني السوبر كيك اللي كان بياخدها جيمي اوسو كتير دي، كان قال جي اخوه خلاص، وجي اللي هو حن، وجيمي قعد يقول له اي ام سوري اي ام سوري، وجي اللي هو انت اخويا برضه اعمل ايه؟ قام ضربه غدر فيه يعني، اللي هو صباح الفل انت بتثق في مين يا معلم؟ انا اول ما شفت الحته ده افتكرت رومان رينز، الله يمسيه بالخير يعني. انت اتعملها فيك مرتين يا ابني، اتعملت فيك مرتين على فكره. المباراه كان اداء حلو، في النهايه كسب جاي اوسو يعني. هي بص انا صحيح ما توقعتهاش، لكن انا حبيتها صراحه يعني. انا صحيح ما توقعتهاش بس انا حبيتها. فالمباراه دي ما كانش اداء حلو خالص خالص خالص، ادي لها 6.5 من 10. بقى كلنا كنا مستنيين الحدث الرئيسي. الحدث الرئيسي ده هو اللي هيرفع العرض، هو اللي رفع العرض، هو ومباراه سامي زين يعني. هي دي المباراتين اللي رفعوا العرض، خلوه عرض جامد، خلوه عرض تقيل، فاهمين يا جماعه؟ فهو دي العرض، هي دي المباراتين اللي خلونا متحمسين جدا. المباراه بتاعت الحدث الرئيسي دي مش هتتكرر حرفيا، كانت مباراه جامده جدا 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 جدا. كل واحد في الدخلات يعني، اللي هو كودي رودز وسيس رولز مشاها كده بسرعه كده عشان ايه نخلص يعني. اما بقى الروك ورومان رينز فاللي هو كان بقى ساعه على العرض ماشي. بعد الدخلات بتاعت الروك ورومان رينز يعني اتبقى حوالي ساعه الا تلت ساعه. الحمد لله ما بدات المباراه، والمباراه بدات برتم حلو جدا، وكان اللعب فيها حلو جدا. والروك يعني ايه كان ساعات كده يعني بيعمل لقطات كده يعني ايه ما تتفوتش، بس يعني ايه كبرت دماغي وقلت يا عم عادي، بقى له 11 سنه ما لعبش، بقى له 11 سنه ما لعبش. انا ما بقولش ان هو ادى وحش، هو ادى اداء حلو على فكره، احسن من يعني حاجه تانية يعني ايه. الراجل بقى له برضه 11 سنه ما لعبش، فيعني كويس، حلو الاداء. الروك بقى ورومان رينز ماسكين سيس رولينز دعك في رجله بقى وظهره، وماسكين اصاباته طحن فيه. واللي كودي ما اتضربش كده حرفيا، كودي ما اتضربش كده، كودي يعني ايه يعني كان بتاخد وتدي معاه. اما سيس مطحون طحنينه طحن. واللي هو الحكم عدى خارجي، الروك هدده انت لو عديت عليا هطردك. الحكم لا خلاص انا باكل عيش يعني ايه، اتفضل يا باشا.
وحبه من هنا على حبه من هنا على عدات من هنا تخلينا نشك ان ده هيكسب، وعلى عدات من هنا تشك ان ده هيكسب. وسيس رولينز وكودي رودز كده كان فنشوا في نفس الوقت مره واحده كده، وعدوا 1 2 3 كل ما توقعنا ان هو خلاص كودي بيعد على الروك وسيس بيعد على رومان وخلاص كده هنكسب خلاص هيكسبهم. هوبا الاثنين فكوا العد. حرفيا كانت صدمه من اقوى صدمه في المباراه. كان في صدمات تانية قبليه بس دي اقوى صدمه في المباراه حرفيا يعني اقوى صدمه في المباراه. الناس قال لها طب هتنتهي ازاي؟ المباراه اداءها كان عالي قوي يعني يا جدعان، وحبيت قوي الاداء ده. اداء كان زي الفل والله العظيم، وكلنا حبينا الاداء ده يعني كان اداء ما يعلم به ربنا. والله كان اداء جامد. عارفين اسال اي حد عن الاداء يقول لك الاداء ده ما شفناهوش بقالنا سنين ومش هتشوفه الا بعد سنين. حرفيا كان اداء جامد، كانت جامده جدا الاداء ده. وكان الروك كان اداء حلو على فكره، بس كان ساعات بيفوت يعني حاجه. بعد العده دي احنا ما فهمناش يعني ايه. طب هتخلص ازاي يا جدعان؟ هوبا كده برضه يفك. هوبا كده مره واحده كده رومان رينز عمل سبير على كودي رودز. الروك قال له سلمني عشان انا اللي اعد، وقام مسلم له وعمل له واحده بيبلز البو، عدى عليه 1 2 3 وما صدقتش نفسي. حرفيا مش مصدق نفسي لحد دلوقتي. الروك عدى على كودي رودز. لو قاصدين يقول لنا ان هو هيكسب بكره، كودي رودز هيكسب بكره، مش هتبقى كده حرفيا. وسيس اللي هو اتضايق، وكودي اللي هو قعد نفس قعدة السنه اللي فاتت. مش عارف والله يا جماعه، انا كنت فكيت بس رجعت افتكرت الموضوع دلوقتي يعني اتلخبطت تاني. يعني ايه رومان رينز خلاص هيعتزل؟ لانه قال لك انا لو مش نمبر 1 في المجال هعتزل، لو مش معايا اللقب هعتزل. حرفيا يعني حاجه تتجاس جامد. وكده القوانين هتبقى بقوانين البراد لاين اهي. ممكن بقى تلاقي الروك حكم، ممكن بقى تلاقي اي حاجه بقى، مش عارف بقى، بس هنشوف بقى هتبقى ايه، هنشوف. بس كده اكيد كودي محتاج حد يخش له، يا بروك ليسنر بقى يا جون سينا بقى، هي ونصيبها بقى معرفش. بس هو اكيد كده خلاص يعني كودي رودز محتاج حد يخش له خلاص. يا ريت بقى وانتوا بترجعوا حد رومان رينز ما يخسرش يعني. لان انا مش حابب ان رومان رينز يعتزل دلوقتي. يعني انا شايف ان رومان رينز لسه عنده حاجه تانية يقدمها اكتر من كده، ومش شايف ان كودي يعني هيعمل فتره حلوه باللقب. يعني هيلاعب مين ولا هيعمل ايه مع مين ولا ايه بالظبط، مش عارف. انا مش عارف. فهنعرف كل حاجه. ما عادش بقى حاجه اصلا على الليله الثانيه من ريسلمانيا، فمدينا مستنيين العرض على فكره. يعني كعرض اكملي العرض اديله 8 من 10 تمام. والله ولا اعرف انقص منه ولا اعرف ازود منه. يعني من ناحيه الاداء وكل حاجه كانت جامد جدا، يعني كان جامد جدا. الا مباراه جي اوسو دي كانت مباراه زي الزفت يعني. لحد مباراه سامي زين وجونتر كانت احسن مباراه في العرض. مباراه بيكي لينش وريا ريبلي دي كانت احسن مباراه في العرض لحد مباراه سامي زين وجونتر. المباراه دي اللي كانت حلوه، وبعدها الحادث لسه كان اجمل. يعني دول اللي حلوا العرض حرفيا، دول انقذوا العرض. العرض كان عادي جدا، كان في حاجات عبثيه، هم دول اللي انقذوا العرض. فانا ادي المباراه يعني بتاعت الحدث الرئيسي هو عشان النهايه، بس عشان النهايه ما عجبتنيش، اديلها 9 من 10. وبس كده يكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وتنزل قول لي تحت في التعليقات ايه رايك في الليله من ريسلمانيا. ويلا سلام.